وبابلو، مروان بابلو عامل ايه؟ بابلو شاطر. بابلو شاطر. والله ويجز شاطر. ويجز شاطر. يجي بس. ايجي بيست بيتكلم عن الواقعة بتاعة تدشين موقع ايجي بيست، الموقع الشهير جدا لتحميل الافلام والمسلسلات. بنشوف ازاي فريق البطولة بتاعنا قدر اللي هو يعمل الموقع ده، لانه طبعا موقع كان مختص بسرقة الافلام وان هو بينزلها وقت ما الافلام تتعرض في السينما وكده. وبنشوف الصعوبات اللي بتواجه فريق البطولة بتاعنا المكون من ثلاثي: احمد مالك، سلمى ابو ضيف، مروان بابلو، ميشيل ميلاد، احمد عبد الحميد، واحمد الرفعي. فيلمنا من اخراج مروان عبد المنعم ومن تأليف احمد حسني. ده تاني تجربة إخراج للمخرج مروان عبد المنعم. الراجل عمل من سنتين مسلسل رمضاني اسمه الصندوق، كان بتاع أحمد داش. ما عجبنيش خالص، أنا شفته وقتها، ودي أول تجربة إخراجية ليه في السينما. لكن الكاتب بقى أنا عندي عليه علامة استفهام بالهبل. إحنا بنتكلم ده سادس عمل يعمله. أول عمل عمله في المسلسل اللي كان اسمه ضد الكسر، وحش. مشروع إكس، أعوذ مم. بالله. مملكة الحرير عندنا مم. مراجع عليه فوق، اعوذ بالله. سلم والتعمال لعب عيال موجود دلوقتي على يانجو بلاي، فما دام هو موجود على يانجو بلاي مش محتاج اقول لك الفيلم عامل ازاي. التجارب كلها داخله في مخيشه في حيطه. فالسؤال اللي هساله لك في الاول: هل الفيلم ايجي بيست مخيش في حيطه زي كل افلام الكاتب احمد حسني؟ الحمد لله لا. بس لا، في ايجي بيست لا خالص، يعني الدنيا مش كارثه خالص زي دول، يعني دول مم. كارثتين. ايجي بيست اكيد فيلم كويس. كتابة الفيلم كويسة. احنا عندنا كتابة اللي هي من نوع اسمه الكتابة الثلاثية، اللي انا بكتب لان هو كاتب من وجهة نظر الثلاث ابطال بتوعنا اللي هم بابلو وسلمى ابو ضيف وطبعا احمد مالك. علاقاتهم متشابكة ببعض. الصراع اللي عندنا بين التيم ده وبين التهديدات الخارجية، ازاي اصلا الفكرة دي جت، ازاي كل واحد من الثلاثة عنده طموح معين وكل واحد منهم عنده دماغ بيفكر فيها، وازاي اما ثلاث طرق تفكير بيتقاطعوا سوا ايه اللي بيحصل في الصراعات وكده. ما حسيتش بكرنج، ما حسيتش ان في مواقف مفتعلة، فكانت الكتابة كويسة. تصميم شخصيات الثلاث ابطال هايل، وخصوصا تصميم شخصية سلمى ابو ضيف، لان سلمى ابو ضيف على مستوى الاحداث يمكن في بداية الفيلم شوية بتحس ان هي واخدة الكرسي الوراني في الفعل في البطولة، لكن بتوالي الاحداث شخصيتها بتبقى هي المحرك للاحداث بتاعنا، وشخصيتها بتتطور، وده بينعكس على تمثيلها كمان، لان هي بتيجي عند حتة كده بيحصل حاجة، لو هي ما باعتش، لو ممثلة مش كويسة ما باعتش الحتة دي بالتمثيل هتهرب والشخصية دي هتبوظ، لكن هي باعتها كويس جدا جدا مهم جدا. جدا. احنا بنتكلم في قصه احنا الناس كلها عارفاها اللي هو ايجي بيست. فدي قصه هتبقى اه. متكونه من ثلاث اجزاء: بدايه الفكره، الصعود، مم. والهبوط. الثلاث اجزاء دول كانوا بنفس القوه ولا كان في واحد احسن من التاني؟ هو زي ما انت قلت، هو الفيلم متقسم لثلاث اجزاء. يمكن الهبوط الجزء فيه قليل شويه، ولادة الفكره كان الجزء فيها برضو قليل شويه. هو منطقي ان الفيلم يعني الفصل الاولاني بيبقى قصير والفصل الثالث بيبقى قصير والفصل الثاني بيبقى هو الاطول اللي هو بتاع الصعود، وهو كان فصل كويس وكان مليء بالتقلبات، وكان هو اللي فيه الصراع وفيه دراما في الفيلم. يعني هو الفيلم مش خفيف خالص، فيلم فيه دراما. بس انا اللي فهمته منك ان كده ان الجزء بتاع البدايه والهبوط في الاخر كان محتاج وقت اكتر فيه. من وجهة نظري امم. شفنا الخطوات بتاعة تكوين ايجي بيست، بس انا كنت احب ان انا اقضي فيها وقت اكتر من كده، تفاصيل اكتر في سرقة الافلام وكده. هو كل ده هو وضحه، بس وضحه في عارف انت الحاجات اللي هي المونتاج اللي بسرعة دي، قطع 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 قطع. لا، كنت محتاج ان انا اقعد فيها شوية يعني لانها كانت ممتعة. نخش على طول على التمثيل. انت اشدت بدور سلمى وضيف ريدي. سلمى ابو ضيف هي الحظ الاحلى في الكتابه في الفيلم على مستوى كتابه الشخصيه، لان هي زي ما بقول لك على مستوى الاحداث هي بتتطور وبتعمل حاجات، وفي بيعه كده هي لازم تبيعها لك بالتمثيل. فسلمى ابو ضيف باعتها جدا بمنتهى السلاسه، يعني ده نجاح ليها اكتر من الكتابه، لان لو حطينا ممثله مش بنفس الموهبه لا مش هتبيعها كويس، والنص التاني من الفيلم هيفرط. مالك بقى للاسف، بس مالك سوا سوا مالك ولاد ولاد الشمس. الشمس. مالك انا مش فاهم، هو في عفريت لبسه كده في الشخصيه دي بقاله 3 سنين ولا حاجه. في اوقات كتيره خصوصا في الفصل الاخراني كان وحش، كان وحش، لا كان يعني بيعمل اداء غريب. يا اسطى ايه الاداء ده ليه كده؟ يعني انت المفروض في حاله ما، حاله دراميه ما، انت ممثل حاله تانية، في صعوبه شويه عشان افهم انت بتحس بايه في الوقت ده. فاحمد مالك كنت مستني منه حاجه احسن من كده اكيد يعني. وبابلو، مروان بابلو عامل ايه؟ بابلو شاطر. بابلو شاطر، دي حاجة، دي مفاجأة كبيرة جدا. يعني أنا مش من هواة بابلو خالص، لكن بابلو الصراحة واو. ما تحسش خالص إن ده أول تمثيل ليه، هو فعلا شاطر. يعني هو مهتم قوي بالشكل بتاع الشخصية،
يعني شكل الشخصيه انت لما تشوفه ريفرنس، عكس احمد مالك برضو يعني خريج اي يو سي بيلعب شخصيه شعبيه. او انا عندي كومنت الصراحه بقوله، الناس كانت بتزعل مني لما بقوله، احمد مالك بيعمل شخصيه الشعبي الموجود على التيك توك مش الموجود على الحقيقه. يعني احمد غزي وكزبره في الحريفه عملوها بيرفكت. بابلو هنا برضو محضر، يعني واضح اللي هو محضر اكتر من احمد مالك، او ممكن برضو الشكل، يعني برضو طبعا في الشكل حاجات. بيفرق، طبعا اه طبعا الشكل بالظبط، بيفرق. الشكل الرباني مساعد. يعني اللي انا كنت متوقعه من بابلو اللي هو اول تمثيل، اللي انا كنت هلاقي بقى اوفر وانفعالات وعايز اكسر وحته بقى الهام شاهين كده. احمد جلال وايه؟ انت بتقول ايه؟ لا تمثيله راكز، يعني حتى لما بينفعل مش بيأفور. في مشاهد كتيرة في الفيلم هو مش بيقول حاجة بس بيعكس بعينيه، المفاجأة الصراحة هو فعلا أشطر من أحمد مالك في الفيلم ده. أحمد الرفعي كان عامل دور فيلن، الحمد لله ما فيش زعيق، ما فيش أمثلة بنقولها كتير، ما فيش عروق بتطلع، وشه ما احمرش ولا مرة طول الفيلم، ما كانش مزعج إطلاقا. حنان سليمان كان عاملة دور حلو جيد. قوي. اه اول حاجه، ايه رايك في الاخراج وايقاع الفيلم؟ يعني الفيلم مدته قد ايه؟ نفس وقت برشامة، يعني حوالي ساعتين ساعه إلا 40 دقيقه، تلت. ساعه 40 دقيقه. حاجه لسه مكتشفها النهارده، ان منتج المنفذ هو عصام عمر، شيء انا بالنسبه لي كان غريب جدا. اه استغربت. الاخراج رايي فيه. مفيش اي حاجه مزعجه مم. في اخراج الفيلم. الايقاع كويس، التلوين طبعا والصوره بتاعت الفيلم كويسه، وان مم. كان بقت دي حاجه سهله دلوقتي خالص يعني. مش لازم حتى يعني، هو انت لو ما حسيتش بالاخراج بمشكله ده اشاده، فاهم قصدي ايه؟ اه من اللي يعني انت جاي منه ده اكيد. من اه احنا جايين منه اه دلوقتي، بيبقى فيه اه مخرجين كتير دلوقتي الجداد بالذات بيبقوا عايزين يفرضوا عضلاتهم، بص امم وبص وبص وبص، فاللي انت قلته ده ان هو مش فارض عضلاته، فانت ما حسيتش بمشكله، فده بالنسبه لي نوع من النضج اه الصراحه يعني. اه طبعا. وكان مطعم الكوميديا، يعني الكوميديا كلها كانت متحمله على ميشيل ميلاد. مم. كان مطعم وفي ولد صغير كده تحفه يعني. كان في اغنيتين كده لمروان بابلو. لا اله الا الله. ما لازم يا صاحبي، انت جايب مطرب. ملخص فيلم ايجي بيست، هو فيلم شبابي، لان هو بطولة شباب، بيتكلم عن احلام الشباب، بيتكلم عن طموحاتهم وانكساراتهم والرحلة اللي هم بيمروا بيها. فيلم معمول كويس، مكتوب كويس، اخراجه كويس. بس اعتقد اللي هو في سيزون العيد ده، لا برشامة هيروح لحتة بعيدة جدا، ويستحق ان برشامة يروح في حتة بعيدة جدا. ولكن ايجي بيست اكيد مش فيلم سيء، هو فيلم نقدر نقول عليه ان هو فيلم جيد وخروجه وصالح عائلية. للمشاهده عليه. اه وخروجه عائليه مناسبه، ما فيهوش اي حاجه مزعجه يعني. اوكي، واضح ان في تقييمك. توجه للعيد ده. لا، ما خلينا نتكلم على حوار التوجه ده اه حلقه واضح. رمضان. هنتكلم في موضوع التوجه ده. تقييمك ليه كام؟ تقييمي الفيلم ايجي بيست 7/10. 7/10. ده كان كلامنا عن ايجي بيست. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ما تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب. في فيلم اللي هو بتاع محمد سعد، فاميلي بيزنس، مش هنتكلم عنه عشان نكذب يعني ممكن ونقول حاجه نرشح محلوه. لكم فيلم تشوفوه بدل فيلم فاميلي بيزنس. شوف فيلم باراسايت 2019. هيبقى فاضل لنا بس حلقتين الفتره الجايه، هي حلقه ليه رمضان السنه دي كان اسوأ موسم رمضاني على الاقل انا شفته من اول ما وعيت على الدنيا يعني في مسلسلات رمضان، وبروجكت هيل ماري. فنشوفكم ان شاء الله قريب. باي باي.